من الكوفة عاصمة العلم والثقافة والأدب، من الكوفة حاضرة الدنيا، كيف لا وقد اختارها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لتكون عاصمة لدولته وخلافته. من الكوفة نحييكم. أحبتي، بهذه الذكرى يسرنا أن نستضيف اليوم الخطيب والباحث الإسلامي الشيخ وسام الناصري. مرحبا بك شيخ وسام. أهلا ومرحبا بكم، وأعظم الله أجوركم وأحسن لكم العزاء بهذه المناسبة الأليمة على قلوب شيعة أهل البيت وجميع المحبين لأمير المؤمنين عليه السلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من السائرين على نهجه والمقتفين أثره الشريف في تطبيق منهاجه وحياته التي ملأت الدنيا علما وقيما وكرامة وشجاعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرتضينا لدينه كما ارتضى علي بن أبي طالب عليه السلام. آمين. شيخ وسام، بداية لنتحدث عن بداية التاريخ الإسلامي ومراحله المبكرة. كيف يمكن لنا أن نفهم الدور الذي لعبه أمير المؤمنين عليه السلام في بداية الدعوة الإسلامية، خصوصا وهو على علاقة وثيقة بالرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا نتحدث من ناحية النسب وحسب، فهذا شيء معروف، بل نتحدث من ناحية القرب الروحي والقلبي. كان هو ربيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اختيار شخصيات تمثل الإسلام، وخصوصا بعد ختم النبوة بنبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، لم يكن أمرا اعتباطيا، بل كان أمرا مقننا وأمرا مشرعا من قبل السماء. فاختيار شخصية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لكي يكون هو حامل اللواء بعد النبي صلى الله عليه وآله كان مدروسا وكان مخططا له منذ حياة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ومنذ الأيام الأولى لحياة النبي صلى الله عليه وآله. فكان إعدادا إلهيا وكان إعدادا أبويا من قبل أبوه أبو طالب عليه السلام، الذي جعل مسيرة الإمام سلام الله عليه تسير بهذا الاتجاه وهذه الخطى. عندما جعل الإمام عليه السلام ينام في فراش النبي صلى الله عليه وآله، هذا تمهيد حتى يلعب ذلك الدور ويأخذ ذلك الدور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله. وكذلك إلقاء الحجة على الأمة في أكثر من مورد وفي أكثر من مكان وزمان. كان النبي صلى الله عليه وآله يشير إلى مواضع العظمة في أمير المؤمنين عليه السلام وأماكن القوة في شخصية علي بن أبي طالب، من ضمنها أقضاكم علي، أشجعكم علي، أعملكم بالقرآن علي، علي مني بمنزلة هارون من موسى، وغيرها من الأحاديث. هذا جعل الإمام سلام الله عليه يكون كأنه على حالة استعداد للوصول إلى هذا المكان وإلى هذا المقام الذي يعتبر من المقامات العالية جدا، بحيث أن الله تبارك وتعالى يخاطب نبيه إبراهيم عليه السلام بعد أن ابتلاه بعدة ابتلاءات وامتحانات. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. مراتب كثيرة وامتحانات وابتلاءات مر بها إبراهيم عليه السلام حتى وصل إلى ذلك المقام اللي هو مقام الإمامة. أمير المؤمنين عليه السلام إمامته تختلف عن إمامة إبراهيم وبقية الأنبياء الذين وصلوا إلى هذا المقام السامي، باعتبار أن أمير المؤمنين عليه السلام إماما قبل أن يأتي إلى الدنيا. والشاهد على ذلك ما ورد في دعاء الندبة، حيث أن الإمام سلام الله عليه يعبر بعد أن شردت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها،
فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم وجعلتهم الذريعة إليك والمسلك إلى رضوانك. فأمير المؤمنين عليه السلام منذ الأيام الأولى لرسالة النبي صلى الله عليه وآله، يعني في أيام الدعوة السرية كما يعبرون، باعتبار أن الرسالة مرت بمرحلتين، السرية والعلنية، فحتى في أيام الدعوة السرية كان الإمام عليه السلام هو المناصر للنبي. ومنذ أن نزل قوله تعالى على رسول الله صلى الله عليه وآله وانذر عشيرتك الأقربين، الرواية تقول أنه النبي دعا الأقربين من عشيرته وألقى عليهم تلك الحجة. قال لهم لو أخبرتكم أن وراء هذا الجبل قوما يريدون غزوكم أكنتم تصدقوني؟ فقالوا كيف يا رسول الله لا نصدقك وأنت الصادق الأمين. فقال والله لقد جئتكم بخير ما جاء به وافد إلى قومه، فمن منكم يؤازرني حتى يكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ فلم يقم سوى أمير المؤمنين عليه السلام، فقال 3 مرات كررها النبي، فعند ذلك أعلن. وهذه من أول الحالات والحوادث التاريخية التي امتزج بها أمير المؤمنين ودخل إلى أجواء الرسالة والهم الرسالي والتاريخ الإسلامي. فقال اعلموا بأن هذا أخي ووصي وخليفتي من بعدي على أمتي. من هذه الحالة ومن هذه الحادثة بدأت حياة أمير المؤمنين تدخل إلى العمق الإسلامي، وبدأ يحتضن الأجواء إلى أن وصل أمير المؤمنين عليه السلام في يوم الغدير بأن يعلن النبي إعلانا على جميع الملأ بأنه هو الخليفة الشرعي ومن كنت مولاه وهذا علي مولاه. طيب شيخ وسام، لنتحدث عن أبرز المواقف في حياة أمير المؤمنين التي جسدت قيم العدالة والشجاعة، والتي يمكن منها أن نستخلص الدروس والعبر لتكون مثالا حيا يقتدي بها الشباب من جيل اليوم. أحسنتم. واحدة من أهم المظاهر التي تجسد مظاهر الرجولة ومظاهر تجسد القيم النبيلة في شخصية أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان إنسانا قبل أن يكون مسلما، قبل أن يكون يدعي الإسلام ويدعي الإيمان. علي بن أبي طالب كان صوت للعدالة، كان صوت للإنسانية، كان مظهرا للرحمة. والشاهد على ذلك حتى مع ألد أعدائه عمرو بن ود العامري عندما أراد قتله تجسدت هنالك قيم الرجولة والنبل والزهد بزخارف الدنيا ومناصب الدنيا، عندما أجلكم الله بصق ذلك اللعين بوجه أمير المؤمنين عليه السلام، وأمير المؤمنين عليه السلام استشاط غضبا لذلك ولكن لم يقتله، لأنه أراد أن يجسد موقفا يذكر في التاريخ، فلم يقتله حتى ذهب خطوات وبعد ذلك رجع وقضى على ذلك اللعين. عندما رجع إلى أصحابه وإلى المسلمين أخبروه لماذا يا أمير المؤمنين لم تقتله مباشرة؟ فقال أن هذا اللعين قد بصق في وجهي فغضبت فلم أقتله حتى يكون قتلي له ليس تشفيا لنفسي وإنما لله. علي بن أبي طالب كل حياته كانت لله، في كل ميادين حياة علي بن أبي طالب تحكي أنه كان إنسانا ذائبا في الله سبحانه وتعالى. الموقف الذي حدث عندما تصدق بالخاتم، فإنه رأى بأن التكليف يقتضي أني لو لم أتصدق على ذلك المسكين أو ذلك الفقير لاتهم الإسلام، لاتهم رسول الله، لاتهم علي بن أبي طالب نفسه، فلم يترك ذلك الفضل ولم يترك تلك الفضيلة عندما أشار إلى ذلك الفقير بأن يأخذ الخاتم وهو بيده. وغيرها من المحطات والحوادث التي تحكي نبل شخصية أمير المؤمنين وقيمه وأخلاقه وشجاعته التي تعجز الكلمات عن وصفها. وأمامنا كتب التاريخ، أمامنا الكتب التي جسدت الملاحم والبطولات لشخصية أمير المؤمنين عليه السلام بهذه العجالة بصراحة لا يمكن لأي متكلم أن يحيط بها. فشخصية أمير المؤمنين عليه السلام مواقفه وقيمه النبيلة تذكر من قبل أعدائنا قبل الصديق وقبل الموالي. هو يقر ويعترف ويشهد. وأنقل كلمة قالها الخليفة الأول كما يعبرون أنه قال: سبقنا علي بن أبي طالب للحرب وكان أصغرنا سنا ولكنه أحمسنا ساقا. وهذه شهادة
لا نتردد في نقلها ولا نخشى أن نقولها شهادة لعلي بن أبي طالب، نفتخر بهذا الإمام العظيم الذي ننتسب إليه. بالفعل. كيف تعامل أمير المؤمنين عليه السلام مع التحديات الاجتماعية والسياسية أثناء فترة خلافته، وكيف يمكن أن نجعلها اليوم منهاجا للحكم في عصرنا الحالي؟ أحسنتم. بالتأكيد لا يخفى على كل مطالع لشخصية أمير المؤمنين ولحياة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بأنه واجه تحديات كبيرة، وواجه تيارا جارفا من التحديات والضغوطات من الداخل ومن الخارج. فمن أقرب الناس ومن المقربين للإمام سلام الله عليهم كانوا يحبطون الإمام، كانوا يحاولون أن يقفوا بوجه الإمام سلام الله عليه، بالإضافة إلى المنافقين، بالإضافة إلى الأجندات الخارجية، اليهود والمنافقين والذين وقفوا بوجه الإمام سلام الله عليه. كل هؤلاء، معاوية وغيره من المنافقين وأهل الشام، كانوا يحاولون أن يضعوا العصا بعربة الإمامة وبوجه أمير المؤمنين عليه السلام. قبل شهادته وقبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله، أمير المؤمنين كان مشخص أعداءه، وكان يعرف من هم الذين يقفون بوجه الإسلام. فلهذا عندما جاءت إليه الأمور وجاءوا إلى أمير المؤمنين لكي يطالبوه بأن يكون هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، كما يعبر الإمام سلام الله عليه بعد أن غيبت عنه الخلافة وذلك الحق الإلهي الذي منحه أو منحته السماء، عبر عنها في الخطبة الشقشقية. فالإمام سلام الله عليه واجه تحديات كثيرة. هذه التحديات لم تقطع همة الإمام سلام الله عليه، ولم تقف عائقا بوجه الإمام سلام الله عليه، واستمر الإمام ليشخص أعداءه، واستمر بمهمته الرسالية الولائية التي اختطتها السماء له، واستطاع أن يصل إلى تلك الدولة التي ما أنجب التاريخ بمثلها، كما يعبرون أن الدولة الوحيدة التي حكمت الدنيا ولم يترك أو لم يبقى فيها فقير إلا دولة أمير المؤمنين عليه السلام. تلك العدالة التي عبر عنها الكاتب المسيحي جورج جورداق في كتابه علي صوت العدالة الإنسانية، الذي عبر عن نعل أمير المؤمنين عليه السلام عندما سئل كيف ماذا تقول في علي بن أبي طالب، وقال إن نعل علي بن أبي طالب الذي كان يخسفه يوم النخيلة أحب إلي من تاج لويس الرابع عشر ملك فرنسا. وهو إنسان مسيحي، هكذا كان يشهد بالفضل والعدالة والقيم النبيلة التي يحملها الإمام عليه السلام. هذه القيم وهذا الأسلوب الإنساني العادل في الحكم، والكثير من الصفات التي يعجز اللسان عن ذكرها لوصف هذا الأسلوب في الحكم الذي كان يحكم المسلمين وغير المسلمين والكثير من بقاع الأرض، هل يمكن أن نحقق ولو جزءا يسيرا منه اليوم، أم أن مقتضيات العصر أصبحت لا تتماشى؟ بمعنى آخر، البعض يقول أين نحن من أمير المؤمنين كأشخاص، وأين عصرنا من عصر أمير المؤمنين، وأين شعبنا من الشعب الذي عاصر أمير المؤمنين وحكمه أمير المؤمنين؟ يتذرعون بهكذا أسباب لكي لا يقاربوا حكم أمير المؤمنين. كثيرا ما نسمع هذه التخرصات التي تخرج بين الفينة والأخرى للاعتذار عن القيام بالدور التكليفي للإنسان المؤمن. علي بن أبي طالب وحتى رسول الله وحتى رسالات الأنبياء السابقين عبر عنهم القرآن بأنهم بشر. النبي صلى الله عليه وآله يقول إنما أنا بشر مثلكم، لكن الفرق ما بيني وبينكم أنه يوحى إلي. فباب التكامل موجود للإنسان. اليوم إحنا عندنا مراجع وعندنا علماء لا يتحججون بهذه الأشياء، مع أنهم بشر مثلنا يأكلون ويشربون كما نحن نأكل ونشرب. باب الكمال موجود، وباب الأسوة والقدوة في كل زمان موجود. كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لو قلنا أنه لا يمكن تطبيق نهج أمير المؤمنين وأخلاق علي بن أبي طالب وصفات الأنبياء والأئمة لأصبح تكليف بما لا يطاق. يعني الله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نصنع أشياء لا يمكننا تطبيقها، وهذا مخالف للحكمة الإلهية والعدل الإلهي. فتطبيق نهج أمير المؤمنين بحذافيره قد يكون صعبا أو مستحيلا، لأننا لا نمتلك
شخصية علي بن أبي طالب، وأنه شخصية معصومة، وأنها من الشخصيات التي عقم التاريخ أن يأتي بمثلها. ولكن باب التأسي موجود، أن نطبق ولو نزرا يسيرا من عدالة علي بن أبي طالب ومن صفات علي بن أبي طالب، فهذا ليس مستحيلا. ونحن نراه اليوم في حكمة مراجعنا، في شجاعة مراجعنا، في همة وقوة وشجاعة علمائنا وإيمان علمائنا، عبادة علمائنا اليوم. فنحن نرى الكثير من الناس في هذا الزمن عباد شجعان كرماء عندهم خلق كأخلاق أهل البيت عليهم السلام، أو يقل يعني كأنه يحتدون بحذو أهل البيت عليهم السلام ويتأسون بهم. أحسنت، بارك الله بك. متواصلون بهذا الحوار أحبتي المشاهدين في رحاب أمير المؤمنين وبركته، لكن بعد هذا الفاصل. بعد الفاصل أحبتي المشاهدين، هذه عودة لإكمال الحوار مع الخطيب والباحث الإسلامي الشيخ وسام الناصري. مرحبا بك مرة أخرى شيخ وسام. شيخ وسام، أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام كان انعكاسا للنهج المحمدي الإسلامي من خلال أفعاله وأقواله. لنتحدث هنا عن جانب الأقوال، خطب أمير المؤمنين عليه السلام وما تم جمعه في نهج البلاغة، ما أبرز ما يثبت بها من أخلاقيات وقيم فلسفية أراد أمير المؤمنين أن يثبتها بالعالم الإسلامي ونفسية الشخص المؤمن الموالي؟ أحسنت. واقعا من الأسئلة المهمة جدا التي ينبغي أن يعرفها كل متبع لأمير المؤمنين عليه السلام ومتأسي بحياة المولى أمير المؤمنين عليه السلام. واحدة من أهم الأمور التي لا بد من التذكير بها وتسليط الضوء عليها، ونحن اليوم نواجه عدوا شرسا، نواجه حرب إعلامية، نواجه حرب ناعمة. ينبغي أن نتسلح بهذا السلاح، وهو سلاح العلم، كما عبر الإمام سلام الله عليه في أكثر من موضع في خطبته، في خطبه في نهج البلاغة. طبعا نهج البلاغة لا يخفى على كل الإنسان ذو معرفة بالعلم والفصاحة والبلاغة أنه ما كتب في التاريخ كتاب كما في بلاغة وفصاحة المولى أمير المؤمنين عليه السلام، فهو الكتاب الذي يأتي بعد القرآن. علي بن أبي طالب في الخطبة الأولى في نهج البلاغة، إذا لم أنسى الخطبة الأولى أو الثالثة، الإمام سلام الله عليه يقول: أول الدين معرفته. أول الدين معرفته، يعني معرفة الله سبحانه وتعالى. إذا أردنا أن نتعرف على ديننا الحنيف، إذا أردنا أن نتقرب إلى الله، إذا أردنا أن نتعرف على أئمتنا وقادتنا، لا بد أن نعرف الله سبحانه وتعالى، نعرف من نعبد. ولهذا قال المولى عليه السلام: رحم الله امرئا عرف من أين وفي أين وإلى أين، يعني عرف من الذي خلقه وماذا يجب عليه تجاه خالقه، يعني من أحكام وآداب وسنن، وإلى أين نهايته، إلى أين ستكون، اللي هو يوم القيامة، يعني يوم المعاد. هذه الأمور ركز عليها الإمام كثيرا. عندما نأتي إلى خطبته في مع كميل بن زياد، كميل يقول: صحبني سيدي مولاي أمير المؤمنين إلى الجبانة، إلى المقبرة، ثم تنفس. بعد ذلك قال لي: يا كميل، قال: يا كميل، إن هذه القلوب أوعية وخيرها أوعاها، فاحفظ عني ما أقول لك. العلم خير من المال. الإمام سلام الله عليه يقارن ما بين العلم والمال، فيقول له: العلم خير من المال، أنت تحرس المال والعلم يحرسك، المال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق. شوف مقارنة مهمة جدا. اليوم من الملاحظات اللي تؤخذ على بعض حفلات التخرج أو بعض الأحبة الذين يتخرجون، نجد الآباء والمحبين يعلقون على رقاب المتخرج كأنه سلسلة أو طوق من الأموال، كأنه وكل ما تكثر العملة النقدية وكأنه يصير اعتزاز أكثر. وهذه من الأشياء السلبية.
لأنه هذا الذي تخرج بصراحة لا بد أن نفرح بعلمه، لا بد أن نفرح بثقافته، بما قدم وبما أنجز. إذا وضعنا المال سيكون المعيار والأساس في التقييم هو الجانب المالي، وهذا ضد ثقافة أهل البيت عليهم السلام. واحدة من الأمور التي ركز الإمام سلام الله عليها والتي نجدها كثيرا في نهج البلاغة وأكد عليها القرآن وأكد عليها رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو مبدأ الرحمة والتسامح بين البشر. علي بن أبي طالب كان ينظر إلى الناس على أنهم كلهم إنسان، يعني ليس بلونه أو بشكله أو بجنسيته أو بثقافته. نجد هذا واضحا في كتابه لمالك الأشتر، هذا الكتاب الذي الآن يدرس في الجامعات الغربية ويعتبر دستور عندهم. للأسف الشديد نحن أتباع علي بن أبي طالب لا يحظى هذا الكتاب وهذا العهد عندنا بتلك الأهمية. يقول الإمام سلام الله عليه في عهده لمالك الأشتر: اشعر قلبك الرحمة للرعية والرأفة بهم، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. يا له من معيار، يا له من مقياس، يا له من تقييم للإنسان المؤمن، أنه لا يكون المقياس عندك أنه هذا أبيض وهذا أسود وهذا طويل وهذا قصير وهذا من قومي وهذا من جنسي وهذا من كذا. المقياس الأساس أنه هذا إنسان. كيف نتعامل مع يوم من الأيام في هذا المسجد المبارك ونحن فيه تدخل عليه امرأة، هذه المرأة ليس من أتباع أمير المؤمنين عليه السلام، وإنما هي من أهل الكتاب، كأنه المرأة مسيحية أو كذا، فالإمام سلام الله عليه أعطاها من بيت المال أو أعطاها من كان له ما تحتاج إليه. فبعد أن أعطاها جاءت امرأة من الموالين والمحبين لأمير المؤمنين عليه السلام فأعطاها نفس ما أعطى تلك المرأة. فهذه اعترضت على الإمام سلام الله عليه، قالت: يا أبا الحسن أو يا أمير المؤمنين أتعطيني كما تعطيها؟ فالإمام يقولون أخذ قبضتين من تراب مسجد الكوفة وقال: كلكم لآدم وآدم من تراب، فلا أجد فرقا بين هذه وهذه. هذه من القيم النبيلة التي ركز عليها أمير المؤمنين سلام الله عليه كثيرا: العدالة، الرحمة، المساواة، احترام الفقير، احترام الأيتام. كثيرا ما نجد التركيز على هذه المبادئ، يحتاج أن نسلط الضوء عليها واحدة واحدة، وكل واحدة تحتاج إلى حلقة كاملة. طبعا شيخ وسام، يقال أن الإنسان، أي إنسان بشكل عام، يعرف من خلال تعامله في وقت الغضب، أثناء تعامله مع خصمه، أثناء تعامله مع من يكره. طبعا أمير المؤمنين مو أي إنسان، هو المعصوم، والأمثال هنا تضرب ولا تقاس. لنتحدث لمن يشاهدنا اليوم كي يستلهم العبر من تعامل أمير المؤمنين مع خصومه، مع أعدائه، مع من يخالفونه بالرأي. كيف كان؟ أحسنتم. أمير المؤمنين عليه السلام ضرب أروع الصور في التعامل أو كيفية التعامل مع أعدائه وخصومه، كما يعبرون بالمصطلح اليوم أخلاقية الهزيمة. أمير المؤمنين عليه السلام ضرب أروع التصرف الذي ممكن، بس شنو أروع تصرف؟ مو حلوة، خليها أعيدها. أعيد من البداية. كان أمير المؤمنين عليه السلام في تعامله مع خصومه يتعامل من منطلق رسالي، من منطلق إلهي. لم يكن شخصا عاديا حتى يتعامل مع الأشخاص من منظور شخصي ومن تفاعل شخصي، وإنما كان الإمام عليه السلام يحمل رسالة، وهذه الرسالة فيها قيم وفيها مبادئ. فالإمام عليه السلام طبعا ليس أمير المؤمنين فقط، وإنما كل الإلهيين هكذا، كل الرجال الإلهيين المتصلين بالله سبحانه وتعالى عندما يتعاملون مع الأمور لا يتعاملون من منظور شخصي ومن إطار شخصي، وإنما من منظور إلهي، أنه هذا الأمر الذي نحن بصدده هل هو يصب في مصلحة الإسلام؟ هل يصب في مصلحة الدين والمذهب ونشر القيم الإلهية؟ لو نرى مثلا عندما يأتيه شخص يقول له: يا أمير المؤمنين إن معاوية يعاملك كذا، إن معاوية يشتمك كذا، الإمام عليه السلام قال: ما معاوية بأدهى مني ولكنه يغدر ويفجر. وهذه يعطينا قيم، مبادئ، أنه أنت مهما تكون ذو مكنة من عدوك، ومهما تكون ذو سلطة وذو منصب
عندك إمكانية للانقضاض على خصمك، أنه كيف تتعامل معه. الإمام عليه السلام كما ضربت لكم مثال، تقريبا أكثر مثالين تظهر في شخصية الإمام عليه السلام عندما أراد قتل عمرو بن ود العامري كما أسلفت في مقدمة حديثي، وكذلك بجرحه عليه السلام. فإنه بعدما جرح بذلك الجرح كل العالم عرف ما هي وصية الإمام سلام الله عليه لولده الحسن عندما أوصى بقاتله، قال: الله الله بأسيركم، فإن أنا مت فاضربوه ضربة بضربة، وإن أنا عشت فأنا أولى بحقي. وأنا متأكد أن الإمام لو عاش سوف يصفح عن عبد الرحمن بن ملجم المرادي قاتله. هكذا هي حياة علي بن أبي طالب، هكذا هو التسامح. علي بن أبي طالب كان يحلم عن الآخرين، كان يغض الطرف عن أبغض الناس الذين يحاربونه ويجهرون له بالعداء. بعض الناس كان يتعمد شتم أمير المؤمنين عليه السلام. يوم من الأيام يقولون الإمام سلام الله عليه كان يمشي في طريق فكان يسب الإمام سلام الله عليه. الإمام أغض الطرف مرة مرتين، ثم بعد ذلك قال: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الإمام سلام الله عليه كان حليما، كان مترفعا عن أعدائه، لا يتعامل معهم بالمثل، لأن الإمام أرقى وأسمى من أن يصل أو ينزل إلى مقامات أولئك الذين أرادوا النيل من علي بن أبي طالب ومن حياة أمير المؤمنين. وكم سبوا وكم شتموا علي بن أبي طالب، لكن بقي أمير المؤمنين تلك السبيكة الذهبية الناصعة التي عقم التاريخ أن يأتي بمثلها. نعم. أيضا في حروبه مع الخوارج سلام الله عليه كان يضرب لنا أروع الأمثلة في التعامل حتى مع من يختلفون معك في الرأي، وأنت قائد لهذه الأمة، وأنت خليفة، وأنت زعيم ذو المكانة وذي القوة والنفوذ والمنعة، لكنك مع ذلك تتعامل معهم بالدين والمنطق والعقل والإنسانية. أحسنت. هو مبدأ الإنسانية أنا ذكرته. مبدأ الإنسانية كان كثيرا نجده في تطبيقاته في حياة أمير المؤمنين عليه السلام كثيرة. فعلي بن أبي طالب كان يركز دائما على المبدأ الإنساني. لا فائدة من تطبيق العدالة بكل حذافيرها وأنت تغض الطرف عن الجانب الإنساني. حتى في بعض الأحيان قد يفاضل ما بين الجانب الإنساني وتطبيق القانون، وهذه أيضا رسالة لمن يتصدى الحكم، لمن يرأس قوما ومجموعة من الناس، أنه الإنسانية في بعض الأحيان ينبغي أن تراعى، ينبغي أن تفاضل أو يفاضل بينها وبين تطبيق القانون. مثلا عندما نرى في بعض الأحيان تجاوز البعض على الشارع، تجاوز البعض على ممتلكات الآخرين، قد يأتون يسيئون إليه بطريقة تخرجهم عن تطبيق القانون. تطبيق القانون نعم، ونحن مع تطبيق القانون، ونحن مع الإجراءات القانونية، لا خلاف في ذلك. وهو أمير المؤمنين عليه السلام الذي علمنا هذه المبادئ: من أمن العقوبة أساء الأدب، ولا بد للناس من أمير أو من راع برا كان أم فاجرا. نحن مع تطبيق القانون ومع سيادة القانون وتطبيق الإجراءات القانونية التي تشرعها الدولة أو يشرعها النظام، ولكن تبقى الإنسانية هي سيدة الموقف، ولا بد أن نتعامل باللطف والرحمة حتى مع الأسير، حتى مع عدونا، حتى مع خصمنا. هكذا هو أدب القرآن، أدب الإسلام، أدب إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام. عليه السلام. نرى اليوم في العصر الحديث كثير من الدراسات التي تناولت إرث أمير المؤمنين، خطب أمير المؤمنين، كذلك المبادئ والثوابت التي ركز عليها أمير المؤمنين. ما أبرز هذه الأمور التي يتناولها العالم الغربي، ولماذا تناولها العالم الغربي دونا عن العالم الإسلامي إلا ما ندر؟ أحسنتم. من أهم المبادئ والقيم، والسؤال طبعا جدا مهم، أتمنى أن هذا السؤال بصراحة يركز عليه كثيرا في يعني وسائل التواصل الاجتماعي، في القنوات الفضائية، أنه لماذا العالم الغربي والنظرة الغربية تتأثر بشخصية علي بن أبي طالب وفي أي مجال بالتحديد. أنا أعتقد حسب تتبعي وحسب نظري أنه
أكثر ما يتأثر العالم الغربي بشخصية أمير المؤمنين بكأنه صفتين أساسيتين. الأمر الأول هو مبدأ الإنسانية الذي كان يتعامل به أمير المؤمنين عليه السلام حتى مع أعدائه، لأنهم عندهم المسيحي وعندهم علماء ومفكرين الذين نقلوا شخصية علي بن أبي طالب، نقلوا الإنسانية أولا، أنه الإسلام لا يتعامل بالعنف، الإسلام لا يتعامل بالجور والاضطهاد كما يتعامل مدعو حقوق الإنسان ومدعو الحريات، وبالعكس أنه نجد اليوم تكميم للأفواه، سلب للحريات، لا يمكن للإنسان أن يعبر عن رأيه، يدعون أنهم أهل الحقوق وأهل الحريات، ولكن بالواقع هنالك تكميم للأفواه وهنالك اضطهاد وهنالك قهر واستبداد في بعض الأنظمة والإجراءات. علي بن أبي طالب كان أعطانا وأعطى للإنسانية وللأمة جمعاء رسالة بأنه أنت أيها الإنسان ممكن أن تعبر عن رأيك، ممكن أن تقول كلمة الحق، وأشهر ما قاله عليه السلام وورد عنه لا تستوحشوا طريق الحق لقلة سالكي. الإنسان معرض في هذه الحياة للابتلاءات، ومعرض في أي يوم أن يبتلى بابتلاء. هذا الابتلاء قد يخرجك عن الدين، قد يخرجك عن مبادئك، وخصوصا الابتلاء المادي، عندما يعرض الإنسان إلى منصب أو جاه أو مثلا أموال، قد ينسى دينه، قد ينسى آخرته، قد ينسى مبادئه التي أكد عليها الإسلام كثيرا وأهل البيت. الإمام سلام الله عليه يقول: عليك أن تبقى صامدا ثابتا في خطى الحق، لا تستوحش هذا الطريق لأنه سالكوه قليلون. واحدة أيضا من الأمور التي يتأثر بها الغرب عن شخصية المولى أمير المؤمنين عليه السلام هو الجانب العلمي في شخصية الإمام، فكلهم ينظرون إلى أن علي بن أبي طالب سبق الدنيا وسبق العالم في مسألة يعني تسليط الضوء على المبادئ العلمية والقيم العلمية الأساسية. نظريات اليوم تدرس لم تكن مكتشفة سابقا، العالم اليوم يكتشف بعض النظريات التي سطرها أمير المؤمنين عليه السلام. فصاحته واحدة من أهم جوانب الإعجاز في القرآن الكريم هو الجانب البلاغي والفصاحة. علي بن أبي طالب مستحيل أنك تستطيع أن تميز أو لا تميز عفوا كلام أمير المؤمنين بين آلاف الكلمات التي ممكن أن يدمج. الآن خذ كلمة أو مقولة أو خطبة من خطب نهج البلاغة وضعها بين آلاف الخطب والكلمات لغير أمير المؤمنين، تجد أن الفرق واضح، وتجد أن البلاغة قد طغت في شخصية وكلمات الإمام سلام الله عليه. فهذا التوقف حول هكذا شخصية علمية، العقل وبغض النظر عن الانتماء والعرق والدين والمذهب، لا بد أن يسلم ولا بد أن يتفق مع شخصية علي بن أبي طالب، ولا يكابر ويقول أنا أتحدى أن أتي بمثل هذا الشيء. شيخ وسام نكمل لكن بعد فاصل قصير. الله يحفظكم إن شاء الله. ابقوا معنا. نكمل هذا الحوار أحبتي المشاهدين مع ضيف حلقتنا لهذا اليوم شيخ وسام. يعني وصلنا إلى مدى عمق هذه الشخصية الإنسانية، شخصية أمير المؤمنين، بهذه العدالة، بهذه الروح من المساواة، بهذه الشجاعة، الحرص العالي على إقامة العدل، وهذا الإحساس العالي بالإنسانية. لكن مع ذلك أبغضه البعض، خرج عليه البعض. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أحد أحاديثه لأمير المؤمنين يقول بما معناه: يا علي ستقاتل من بعد المارقين القاسطين والمارقين والناكثين. وأمير المؤمنين أيضا في أحد أحاديثه يقول عمن يبغضه ويلتجئ إلى صف معاوية ومعسكر معاوية: إنهم لا يذهبون حبا بمعاوية بل بغضا بعلي. لماذا هذا البغض لشخصية بهذا المستوى من التسامي؟ أحسنتم. طبعا البغض الشخصية الناجحة وبغض الشخصية
وحسد الشخصية المتألقة يرجع إلى بعضها إلى أسباب وراثية أو أسباب ترجع إلى نفس كأنه الحجر الذي خرج منه ذلك الإنسان، اللي نعبر عنه كأنه الجانب الولادة أو الجانب الأسري. يعني مثلا إذا كان هذا الشخص يبغض علي بن أبي طالب، كما في الحديث من يبغض علي بن أبي طالب أو من كان يبغض علي بن أبي طالب فلينظر في أصله أو في حجره، في حجر أمه هكذا. أو مثلا في الحديث يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. علي بن أبي طالب ميزان بين الحق والباطل. ليس كل الناس تتفق مع علي بن أبي طالب، وليس كل الناس تحب علي بن أبي طالب. لماذا؟ لأن حب علي بن أبي طالب معناه تجرد عن الدنيا. علي بن أبي طالب معناها ترك الفضول. علي بن أبي طالب ترك المصالح الشخصية. وتحبون المال حبا جما. الإنسان بسبب ولهه وحبه وشوقه وتعلقه بزخارف الدنيا وزينتها دائما لا يحب الشخص الذي يجرده عن هذه المناصب. أنتم اليوم تشاهدون كم من الناس يبتعدون عن الحق بسبب حب الدنيا، بسبب انشغالهم بطلب المال والمناصب، بل يصل الحال إلى أنه يقتل أخاه ويقتل بعض الناس بسبب حب الدنيا. علي بن أبي طالب لماذا الناس بغضته؟ لماذا الناس حاربته؟ لماذا؟ لأنهم رأوا بأن علي بن أبي طالب سيجردهم عن امتيازاتهم. علي بن أبي طالب سيأخذ ما في أيديهم. علي بن أبي طالب سيجعلهم يعيشون مع الناس العاديين. وأتذكر كلمة قالها أحد التجار للنبي صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، نحن لا نصلي خلفك الجماعة، لا نحضر الجماعة ولا نحضر الجمعة. فقال لهم رسول الله: لماذا؟ فقالوا: يا رسول الله، عندما نحضر للجماعة خلفك سيزاحمنا البقالون والخضارون وأصحاب يعني كأنه الأعمال الحرة البسيطة، ونحن علية القوم ونحن كبار قريش. فهذا التعالي، هذا النفس والشعور بالأنفة، الشعور بالامتلاء، الشعور بأنه أنا أفضل من الآخرين، هذا تجسد كثيرا في شخصية يعني في أعداء شخصية أمير المؤمنين عليه السلام. بالإضافة إلى ذلك الحسد، كما يعبر الشاعر: إن يحسدوك على علاك فإنما متسافل الدرجات يحسد من علا. علي بن أبي طالب كأنه توفرت فيه كل صفات الصلاح، كل صفات الشجاعة، صفات النبل، صفات ومعايير الأخلاق السامية. يا من إذا عدت مناقب غيره رجحت مناقبه وكان الأفضل. إن يحسدوك على علاك فإنما متسافل الدرجات يحسد من علا. إما أن يكون جهلا بشخصية أمير المؤمنين، وهؤلاء قليل جدا، وكل الناس كانت تعرف من هو علي بن أبي طالب، والإشادات والإشارات من قبل النبي بعلي بن أبي طالب لم تكن خفية على شخص أو على قوم، بل أمير المؤمنين كان يحظى باهتمام النبي أينما حل وارتحل وفي كل زمان ومكان. حتى قيل أن هذا الحديث أنت مني بمنزلة من هارون من موسى، أنه هذا الحديث كرره النبي وأعاده في 5 مواضع، في 5 أماكن النبي أعادها لكي يبين للناس أهمية وثقل شخصية علي بن أبي طالب. فلماذا تكره بعض الناس، لماذا تبغض بعض الناس شخصية الإمام عليه السلام؟ لأنه شخص امتاز عن الآخرين، شخص كان مبدعا في حياته، امتاز في إنسانيته، امتاز في شجاعته. بعض الناس حاربوا الحسين عليه السلام يوم العاشر، والمقولة المعروفة: الحسين عندما خرج إلى القوم وقال لهم: لماذا تقاتلوني وتحاربوني؟ فقالوا: إنما نقاتلك بغضا منا لأبيك علي بن أبي طالب، لما صنع بأشياخنا وآبائنا وأجدادنا يوم أحد وحنين. علي بن أبي طالب كان قويا في ذات الله، لا تأخذه في الله لومة لائم، فبالتالي بالتأكيد يكون له أعداء، يكون له مناوئون، يكون له مخاصمون. هذا شخصية الإنسان الناجح. وأعتقد أنت خبير مني في هذا، أخبر مني في هذا المجال، أنه أنت ما دمت صامتا
فكل الناس راضية عنك أو أكثر الناس، ولكن إذا تكلمت هكذا في الحديث: ما دام المرء ساكتا يكتب محسنا. ما دام هو ساكت، فإذا تكلم إما يكتب محسنا أو مسيئا، يعني يصير الترديد بعد ما يتكلم. علي بن أبي طالب لو كان ساكتا وكان لا يطالب بحقه وكان يسكت عن ما يجري وترك المسؤولية كما تركها الكثير، ونحن في زمننا أيضا نبتلى بهذا الابتلاء. أنت اليوم إذا تحكي وتتكلم أمام الناس وتحاول تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أكيد كثير من الناس راح يعني يختلفون معك بالرأي. البعض قد يكفرك، البعض قد يخرجك من الإسلام. ليش؟ لأنه مصالحه ضربت، مصالحه كأنه زالت. فلهذا علي بن أبي طالب نرجع ونؤكد لماذا أن الناس حاربوا علي بن أبي طالب ولماذا تمادوا في بغض علي بن أبي طالب. الجواب: لأنهم فقدوا امتيازاتهم، لأنهم فقدوا مناصبهم، لأنهم كانوا يحسدون علي بن أبي طالب لأنه أفضل منهم. ودائما صاحب الفضل وصاحب العلم وصاحب الامتياز يكون محسود ويكون معادى ويكون محارب. شيخ وسام، البعض اليوم ممن يتناول التاريخ الإسلامي بالبحث والتحليل والتوثيق يصفون عصر خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بأن المجتمع الإسلامي أصابته فتنة، هكذا يعبرون عنه بمصطلح الفتنة أو فترة الفتنة. بالربط اليوم مع الأزمات السياسية التي تعيشها بعض المجتمعات الإسلامية، إلى أي مدى هنالك فتنة، وكيف من الممكن أن نستفاد من طريقة تعاطي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب معها في مواجهة هذه الفتنة إن وجدت؟ أعتقد أن الوضوح والشفافية وأن تكون قريبا من المجتمع وتكون قريبا من الناس، هذا هو الأساس الذي سار عليه علي بن أبي طالب. كيف تعامل أمير المؤمنين مع تلك الأزمات ومع تلك التيارات السياسية التي حاربت أمير المؤمنين، التي كانت تبتغي السلطة وكانت تبتغي الشهرة وكانت تبتغي مصالح دنيوية. علي بن أبي طالب لم يعبأ بهذا التيار، وإنما اختار أن يكون مع الفقراء ومع المظلومين. علي بن أبي طالب يقول لهم: اعلموا أني دخلت بلادكم بهذه الجبة أو بهذه كأنه اللباس الذي كان يلبسه أمير المؤمنين عليه السلام ويرتديه. قال: ولو خرجت بغيره لاتهموني بأنني سارق أو أنني ظالم. علي بن أبي طالب لم يأخذ من بيت المال حتى الحق الذي كان له. يوم من الأيام عليه السلام يحصل 4 دراهم، هاي من القصص المعروفة. 4 دراهم حصل عليها أمير المؤمنين عليه السلام، تصدق بواحد منها ليلا، وتصدق بالثاني نهارا، وتصدق بالثالث سرا، وتصدق بالرابع جهارا. علي بن أبي طالب عندما تصدق بهذه الدراهم ال4 نزل فيه قرآن، نزلت فيه آية. لماذا؟ لأن كان عمله لله. الله تبارك وتعالى يعلم بأن هم علي بن أبي طالب، الهم الأساسي الذي كان يحمله الإمام أمير المؤمنين هو كيف يكون مع الفقراء. أأبيت مبطانا وحولي أكباد تحن إلى القد، يعني أنا أأكل وأشبع وأنام شبعان، وهنالك الكثير من يتضور جوعا. ولهذا يحكى عن شخصية أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يحمل السمن والزيت والطحين على ظهره المبارك ويوزعه على بيوت الفقراء والمساكين، حتى أنه يوم من الأيام أحد من الناس كان الإمام من عادته عندما يوزع تلك الجراب على الفقراء لا يخبر أحدا ويخرج في جوف الليل ويتلثم الإمام. لماذا؟ حتى لا يراه أحد ولا يعرفه ولا يشكره، لأنه يبتغي. الإمام عليه السلام كان إذا يخرج في جوف الليل، وإذا أراد أن يتصدق متلثما لكي لا يعرفه أحد ويمدحه. يوم من الأيام الإمام وضع ذلك كأنه الكيس من الطعام على بيت أحد الفقراء، وأراد أن ينصرف. مباشرة خرج ذلك المسكين أو الفقير صاحب البيت، فتمسك بالإمام، قال: والله لا أتركك حتى أعرف من أنت الذي في كل يوم تأتي وتضع الطعام أو ما جادت به يدك على بيتي أو على باب بيتي. فقال: عبد أبتغي في ذلك مرضات الله. قال: وأنا أريد مدحتك، لابد أن أمدحك، لابد أن أعرفك حتى أمدحك. فالإمام سلام الله عليه قال له: تكتم ما ترى،
فأخذ عليه العهود والمواثيق. يقول فتح الإمام عن نقابه ولثامه فأكب على يد الإمام يقبلها، ثم قال له: سيدي، لماذا لا تقبل؟ لماذا لا ترضى بأن أحكي عنك وما أشاهد؟ قال: أبتغي في ذلك الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فالإمام سلام الله عليه كان يمشي في الأسواق وفي الشوارع وفي الأزقة ويقول: الجود ما كان ابتداء، وإما ما كان عن مسألة فحياء وتذمم. يعني من المعيب أنه أنت الفقير لما يدق بابك أو يجي كأنه يطلب من عندك أنك تساعده، تلك الساعة تروح الساعدة. لا، لابد كلنا نحن نتفقد الأيتام، نتفقد الفقراء، نتفقد المساكين حتى لا يبقى مسكين. ولهذا في فترة أمير المؤمنين كانوا يبحثون عن فقير واحد لا يجدون. لماذا؟ لأن الإمام كان يغدق على الجميع، كان لا يميز بين قريب وبعيد، بين من عشيرة فلانية أو من قوم فلاني. هكذا أمير المؤمنين عليه السلام كان استطاع أن يستحوذ على قلوب الناس. وأهم شيء أختم به هذا المقطع أن الإمام عليه السلام استطاع أن يستثمر قلوب الناس. الإمام استثمر قلوب المؤمنين، قلوب الناس، قلوب المحبين، حتى دخل إلى قلوب أعدائه. فكيف لا يحبه الناس ولا يتأثر بشخصية الإمام سلام الله عليه؟ شيخ وسام، نحن تحدثنا كيف أن البعض أبغض أمير المؤمنين بدافع عصبة قبلية، ثار قديم، البعض انضربت مصالحهم بسبب عدالة أمير المؤمنين، البعض كارهين للنجاح والأعلى من عندهم. لكن كيف وصل هذا البغض إلى درجة يستهدفون بها أمير المؤمنين ويقتلوه وصولا إلى استشهاد أمير المؤمنين؟ ليس غريبا هذا الذي حدث على أمير المؤمنين، ليس غريبا في الواقع. فإن بنو إسرائيل كانوا يقتلون ما بين طلوع الشمس إلى غروبها كما في الرواية 500 نبي، 500 نبي كانوا يقتلون. مر التاريخ والعصور، كانت الحب الدنيا والمصالح تؤدي إلى القتل. وأول حادثة في الدنيا هي حادثة قتل قابيل لهابيل، وهم أبناء أنبياء، أحدهم قتل الآخر. وهكذا من ذاك الزمن إلى هذا الزمن كل الأنبياء قتلوا. الأئمة عليهم السلام، الإمام سلام الله عليه يقول: ما منا إلا مقتول أو مسموم. فسنة القتل وإزالة العدو والخصم الذي أمامي، إذا كان همي الدنيا وكانت همي المصالح، أنا لا أتوقف في إجراء واتخاذ أي قرار ممكن يزيل ذلك الخصم أمامي، وحتى لو كان علي بن أبي طالب، خاصة إذا كانت هذه النفس منافقة غير متشبعة بالإيمان. أحسنتم. ضعف الإيمان، حب الدنيا، تسلط الشهوات، الشيطان والمغريات، أدت إلى أن هذا اللعين ابن ملجم المرادي الذي قتل الإمام سلام الله عليه وضرب الإمام، ما هو هدفه الأساسي؟ هو كان عبارة عن مهر لقطعه على نفسه لقطام، فكان يشتري عذاب الآخرة ويشتري النار بذلك الفعل. الحسين عليه السلام قتل بنفس الطريقة، وهكذا كل أهل البيت قتلوا بنفس الطريقة، أنهم قتلوا على يد أناس شروا الآخرة، شروا عذاب الآخرة وشروا النار بدراهم معدودة وبدنانير معدودة. فعلي عليه السلام ذهب شهيدا إلى جوار ربه بسيف أعداء الله وأخس بريته وأخس خلقه، عبد الرحمن بن ملجم المرادي، سلام عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا. أي ألم يعتصرنا اليوم بفقد أمير المؤمنين بفعل أناس اشتروا دنياهم وباعوا آخرتهم. حقيقة، نعم، حقيقة فقد الإمام عليه السلام لا يعوض، ولا يمكن أن نعبر عن مشاعرنا وحزننا وألمنا تجاه فقد شخصية المولى أمير المؤمنين. علي هو الإنسان الكامل، علي هو الذي يمثل رسالة السماء، علي هو الإنسان الذي عقم التاريخ أن يأتي بمثله. فكيف لي ولأمثالي ولمن يكون تابعا في كل نفس وفي كل سكنة نحن نحتاج إلى علي بن أبي طالب. كم هي الدنيا؟ أنا أسأل المشاهد الكريم، كم ستكون الدنيا لو كان علي بن أبي طالب موجود الآن بيننا؟ كم نحن نحتاج
وبأمس الحاجة إلى عدالة علي بن أبي طالب، إلى إنسانية علي بن أبي طالب، إلى خلق ومبادئ علي بن أبي طالب، إلى علم علي بن أبي طالب الذي حير الدنيا. علي بن أبي طالب فقدناه جسدا لكن لم نفقده علما، ورعا، تقوى، شجاعة، فصاحة، بلاغة، قيما، إنسانية. علي بن أبي طالب سيبقى رمزا خالدا إلى يوم القيامة، ومشعلا ونبراسا يضيء الدروب. علي بن أبي طالب أحيا الدنيا وسيبقى يحيي الدنيا إلى يوم القيامة. سلام الله عليك يا أمير المؤمنين. شكرا جزيلا لك ضيفي العزيز الخطيب والباحث الإسلامي الشيخ وسام الناصري. شكرا نسأل جزيلا. الله أن يحفظكم ويتقبل أعمالكم. بارك الله في جهودكم في هذا الجو البارد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من خيرة أتباع وأشياع أمير المؤمنين عليه السلام، وأن لا يجعله آخر العهد منا لحبنا لأمير المؤمنين وزيارة قبره الشريف، وأن يرزقنا شفاعته يوم القيامة يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ببركة أمير المؤمنين أسأل الله أن يحفظ كل من تابعنا هذا اليوم. إلى اللقاء.